انت مسيطر في بيتك. الاسطوره بتقول ان الاسد كان سهران مع الطور. بعد ما اتعشوا وشربوا الشاي، الاسد قام واستاذن. هستاذن انا بقى علشان خاطر ما اتاخرش على مراتي. فالطور بطريقتنا المعروفه فضل يتريق عليه. ازاي انت الاسد؟ انت ملك الغابه بتخاف من مراتك؟ فالاسد رد وقال له: اصل اللي مستنياني في البيت لبقه مش بقره. من القفشات المصريه الطريفه اللي بتاخد مجال واسع جدا في السخريه بين الشباب على القهاوي، واحيانا كمان في شغلهم، كنوع من الترفيه يعني. لما حد يظهر نوع من التقدير لزوجته، او حتى يلمح انه خد رايها في موضوع معين بس قدام الناس الغلط، تطلع بقى كلام كتير: ده انت مش مسيطر، ده شهرتها، ده كذا. ده بيخلي ناس كتير تعمل العكس، بانها تحاول تثبت قد ايه هي مسيطره علشان بس ما يتعملش عليها حفله، مع ان ده غلط. الحقيقه ان فكره انك تكون مسيطر في بيتك في حد ذاتها فكره مش في محلها، لان البيت ده هو مملكه الزوجه، يعني هي المديره. طيبوا نفسا، فالامر كله لله.